تعيش محافظة المنوفية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني مساء الخير على كل متابعي موقع تلجراف من كل مكان. معاكم من داخل قرية كفر السنابسة. قرية كفر السنابسة اللي مع الأسف اتشحت بالسواد قرية بالكامل. حزينة على اللي حصل النهاردة، وللناس اللي هتقول إيه اللي حصل، إنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة عرايس الجنة كلهم توفوا أثر حادث مأساوي كبير جدا شهدته محافظة المنوفية الصباح اليوم. تريلا عجنت الميكروباص ضحيته 19 حالة وفاة، 19 عروسة من عرايس الجنة. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويحسن إليهم يا رب العالمين. 19 حالة وفاة من نفس القرية من نفس المكان، شهداء لقمة العيش طالعين للقمة عيشهم، طالعين ياكلوا لقمة العيش وبيجروا على يعني يدوروا على لقمة العيش بالحلال، خارجين على باب الله. مع الأسف راجعين في الكفن، راجعين مستنين النعش مستنيهم. احنا الآن من داخل قرية كفر زي ما احنا شايفين مع حضراتكم 19 نعش. انتظار كبير للاهالي، اهالي القريه بالكامل منتظرين وصول الجسامين. منظر مأساوي وصعب جدا على اي حد يقدر ان هو يتحمله. تخيلوا ان قريه بالكامل تتشح بالسواد، القريه كلها حزينه. طبعا ما فيش بيت في القريه الا ما فيه حد من المتوفيين. كلهم عرايس في الجنة بإذن الله. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويحسن إليهم يا رب العالمين. شايفين معاكم المنظر الصعب الأليم اللي محدش يقدر يستحمله. 19 نعش من نفس القرية، الكل واقف ومنتظر. اهالي القريه في الجانب الاخر زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في انتظار وصول الجسامين. طبعا الحادث المأساوي حصل اليوم في محافظه المنوفيه، وهو تريلا عجنت ميكروباص. نتيجة هذا العجنة أو نتيجة هذا الحادث المأساوي الكبير 19 حالة وفاة في محافظة المنوفية، ومع الأسف كلهم عرايس في الجنة. أكبر حد في المتوفيين مع الأسف عمره من 21-22 سنة. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويحسن إليهم يا رب العالمين. يا ريت كلنا ندعي لأهل القرية، مش لأسرة واحدة ولا 2 ولا 3، دول 19 أسرة بأهلهم وذويهم. القرية بالكامل تتشح بالسواد، من أول طفل، من أصغر طفل، أكبر رجل في القرية. مع الأسف في حالة تأثر شديد جدا بوفاة عرايس الجنة بإذن الله. ربنا يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويحسن إليهم يا رب العالمين. طبعا المتوفيين نادينا عليهم من شوية في المسجد، ولكن هم مرة أخرى: شروق خالد أبو المجد 20 سنة، هدير عبد الباسط 21 سنة، شيماء محمود 21 سنة، تقى محمد 20 سنة، جنى محمد فوزي 19 سنة، هنا مشرف 14 سنة، مروة أشرف 19 سنة، رويدة خالد إبراهيم، شيماء يحيى فوزي 16 سنة، ميادة يحيى فتحي 17 سنة، آية زغلول 21 سنة، ملك عربي 18 سنة، سمر خالد 18 سنة، إسراء 17 سنة، سارة محمد 14 سنة، شيماء يحيى 17 سنة، شيماء رمضان. ربنا يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويحسن إليهم يا رب العالمين. كلهم يعني هي فعلا أطفال، كلمة أطفال قليلة عليهم. عرايس في الجنة بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين معاكم المنظر الصعب اللي بتستعد له قرية كفر السنابسة. منظر أليم جدا ومنظر يعني فاجعة كبرى حصلت النهاردة في محافظة المنوفية. نقول تاني عشان الناس اللي لسه داخله على اللايف وبتقول: منظر اللي احنا شايفينه امام حضراتكم 19 نعش لبنات او عرايس في الجنه باذن الله توفوا اثر حادث اليم حصل النهارده في محافظه المنوفيه على الطريق الاقليمي، وبالاخص على سلم على الطريق الاقليمي بالقرب من سلم قريه مؤنسه التابعه لمركز اشمون محافظه المنوفيه. تريلا عجنت سيارة ميكروباص. أثر هذا الحادث الأليم كان نتيجته 19 حالة وفاة. يا ريت كل اللي موجود معانا يدعي لهم بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان للأسر المتوفيين. كلهم أطفال، كلهم عرايس في الجنة بإذن الله. ربنا يرحمهم جميعا.
تاني للناس اللي بتقول ايه في ايه الناس هنا. احنا في قرية كفر السنابسة، رحمة الله على المتوفين يا رب ويشفي المصابين على خير. حصل النهارده في محافظة المنوفية فاجعة كبرى او حادث مأساوي أليم، وهو التريلا عجلة الميكروباص على الطريق الإقليمي، بالاخص على بالقرب من سلم قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية. تريلا عجلة ميكروباص. أثر هذا الحادث المأساوي هو 19 حالة وفاة ل 19 فتاة أعمارهم مختلفة من أول 14 أكبرهم سنا 22 عام. رحمة الله على المتوفيين. نحن الآن في قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في انتظار وصول الجسامين. 19 نعش موجودين أمام حضراتكم، الأهالي على يعني صراخ وعويل هناك في الجهة الأخرى زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، لكن احنا قدام ال 19 نعش في المنظر الصعب اللي احنا شايفينه مع حضراتكم. ربنا يصبرهم. يا ريت كل اللي موجود معانا يدعي لأسر هؤلاء الفتيات بالصبر، ربنا يلهمهم الصبر والسلوان، ربنا يلهمهم الصبر والسلوان وييسر لهم امورهم ويعدي الليله اللي هي تعتبر اصعب الليالي عليهم على خير يا رب العالمين. ربنا يرحمهم جميعا يا رب. طبعا ما ننساش نقول ان 19 فتاة كلهم من قرية واحدة، قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية زي ما احنا شايفين، وال19 نعش طالعين من نفس المكان، هتبقى خارجين للقمة العيش كلهم مع بعض. للأسف هيرجعوا في الأكفان، أهاليهم هتستقبلهم جثامين. ربنا يرحمهم ويصبرهم يا رب العالمين. اللحظة دي صعبة جدا عليهم وعلى أي حد، ربنا يرحمهم يا رب، ربنا يرحمهم. يؤكد تريلا وتوفى على اثارها 19 ربنا يرحمهم اللهم امين يا رب العالمين. يا ريت كل اللي موجودين معانا يدعوا لهم. البنات دول طلعوا علشان البنات دول طلعوا علشان يشوفوا حالهم، راحوا علشان في مزرعه في السادات كانوا بيشتغلوا فيها. طبعا العربيه اتفرمت. طبعا الاطفال دول خارجين لقمه العيش، لقمه العيش يعني هنقول ان هم خارجين لشغل، خارجين لشغل يعني نقول شهداء لقمه العيش. ربنا يرحمهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء يا رب العالمين. يا رب يصبر اهاليهم، يا رب يصبر اهاليهم. المنظر صعب جدا والموقف هنا والقريه هنا كلها حزينه، القريه كلها منظرها صعب جدا. انا عايزه اقول ان مش القريه وحدها، ولكن الصبح كانت محافظه المنوفيه بالكامل في حال لهم، او يعني في البدايه لما حصلت الحادث مستشفيات محافظه المنوفيه كلها بدات في استقبال يعني مصابين هذا الحادث. كان في البدايه 3 متوفيين، وبعد كده بقوا 5، وبعد كده اصبحوا 8، وفي الاخر بقوا 14. ولكن لا حول ولا قوة الا بالله. زي ما قلنا لحضراتكم الحادث كان الصبح، والمحافظه كلها بالكامل مستشفياتها كانت في حالة صعبة جدا. المستشفيات كلها استقبلت الوفيات. كان في وفيات في مستشفى أشمون العام، وأيضا في مستشفى وسنة ومستشفى سرس ومستشفى البابور. ولكن الوفيات أغلبهم أو تقريبا كلهم من قرية كفر السنابسة زي ما احنا شايفين. 19 نعش موجودين أمام حضراتكم في انتظار لوصول جثامين الضحايا.